السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم خوتي؟ على اساس ان شاء الله تكونوا ملاح وان شاء الله تكونوا لاباس. للامانة اليوم ما كنت راح نطلع، ما كنت راح ندير فيديو، الا حتى فات عليا الفيديو هذا الكمال بوعكاز وعلى بالي عرفتوه. فنان محترم جدا، يعني فنان معروف، مش حتى نجي نحكي عليه انا ولا يحكي عليه غيري، والعمل الفني نظيف تاعو هو اللي يشهد عليه، مانيش انا اللي نشهد عليه. المهم خوتي نكملوا في الموضوع تاعنا. طلع كمال بوعكاز وحكى على موضوع الاختين اللي جاو في الحصة واعطى رايه بكل رجولة بكل جدية. اما الان نخليكم تسمعوا واش قال ومن بعد نجيو ونعطيو وجهة النظر تاعنا في اللي قالوا كمال بوعكاز. لما انت تجيب زوج خيات يتسابوا في البلاطو باش انت دير البوز، وراهي الفايده تاعنا. كانوا مشاكل بكري كي كان المجتمع صحيح، كان لو صا. في لحظة نعقبوا على كلامه الأول، برك قال لك إذا تسابوا زوز خواتات وتعاركوا وأنت تجيبهم على جال الباز، يعني وش الفايدة من الحكاية هذه غير إنه الشهرة هي الفايدة تاعك وتتشهر على حساب من؟ على حساب مشاكل عائلية. يا خوتي لا حول ولا قوة إلا بالله. زيدي واسمعوا، هذه هي الهضرة اللي نظل نقولها لكم، إنه احنا في وقت قلوا فيه الرجال أمثال كمال بوعكاز وغيره وغيره وغيره، اللي تهدر كلمة الحق وما تخاف حتى واحد وما تهاب حتى واحد. وهذا اللي رانا باغيينه يكون في بلاد المسلمين، وهذا اللي رانا باغيينه يكون في بلادنا الجزائر، بلاد الرجولة وبلاد العز والكرامة. تاع لافامي هو اللي يطم الافراد تاع العائله كاع ويفري المشاكل، وتبقى كما نقولوا بالعاميه تاعنا زيتنا في دقيقنا. لكن اسمح لي، لكن البرامج هذه يقولوا بحنا نصلحوا ما بين العائلات. يعني تصلح يا رجل. انا لو كان جيت هذه تاع المحاكم السمعي البصري كاين شي عباد هنا نشارع لهم. الله عليك والله العظيم كلامك منطقي 100%. يعني وصلنا لدرجة انه تشهير بالعائلات الجزائرية من اجل الشهرة ومن اجل اللباس، هذا يعتبر جريمة يا خوتي، جريمة في حق المجتمع الجزائري بصفة عامة. كما قال لكم كمال، هذا الشيء اللي راه يصرى فضيحة فضيحة فضيحة. لازم نتحدوا كامل يا خوتي ونقولوا لا لهذا المهازل اللي راهي تصرى في التلفزة الجزائرية. وهذا ندائي للعائلات الجزائرية، خليوا المشاكل تاعكم بيناتكم والكمال ربي سبحانه. وما كانش عائلة جزائرية ما فيهاش مشكل، كامل عندنا مشاكل، لكن كامل نخليوا المشاكل تاعنا بيننا بين رواحنا، دقيقنا في زيتنا. اما هنا نصل لنهايه الفيديو، ما لي غير نقول لكم ما تنساوش تهبطوا وتشتركوا في القناه، وقبل كل شيء تعطيوني رايكم في اللي قالوا كمال بوعكاز. السلام عليكم.